أول ملاحظة بيقول لك الرابطة الأيونية ما تنفعش بين فلز وفلز. الاتنين فلزات صح، الاتنين هيفقدوا صح يا مستر، مش جديد. والاتنين هيتحولوا لأيون موجب صح يا مستر. طالما الاتنين موجب شحنتهم موجبة هيحصل تجاذب ازاي؟ ده التجاذب بيكون بين الأيونات المختلفة في الشحنة. الملاحظة التانية، لا يمكن أن تنشأ الرابطة الأيونية بين عنصرين لا فلز. يبقى عنصر لا فلز هيكتسب يبقى أيون سالب، وعنصر لا فلز آخر هيكتسب يبقى أيون سالب. هينجذبوا؟ لا، ده هيتفرقوا ويتنافروا على بعض. مفيش رابطة أيونية يا بين فلزين أو ما بين لا فلزين. دائما الرابطة الأيونية يا صديقي ينتج عنها مركبات أو بين فلزات ولا فلزات، عناصر مختلفة مش من نفس النوع. وطالما عناصر مختلفة مش من نفس النوع يبقى دي إيه؟ مركب.